السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد الحلوه اللي كتجي لذيذه بزاف وما كتختار اي دار في العيد، هي المعلكه ديال السميده والكوك. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه تحضير المقادير. هنا عندنا 250 غرام السميده، عندنا 200 غرام ديال الكوك، عندنا 3 البيضات، عندنا خماره، واحد الكيس ديال 7 غرام ديال زهره البرتقال، كاس لاروب د السكر، كاس لاروب ديال الزيت، وهنا الكونفيتور ديال المشماش. هنا كيف ما كتشوفوا كنخلط المقادير مع بعضياتهم. كنبدا بالبيض، هنا كيف قلت لكم 3 البيضات، كاس لاروب د الزيت مع كاس لاروب ديال السكر سنيده. هنا كنزيدوا هذاك الكيس ديال زهره البرتقال وكنطرب داك الخليط مزيان. من بعد هنا كندير قشور ديال الليمون، كيبقى اختياري، ولا ديال الحامض، وكنطرب مزيان الخليط حتى كيتجانس ليا. هنا غادي ندير الكونفيتور ديال المشماش وغادي نعاود نخلط المقادير كامله. هنا غادي نكمل باليد ديالي، غنضيف هنا السميده مع الكوك. هنا كيف ما قلت لكم 250 غرام ديال السميده، وعندنا 200 غرام هنا ديال الكوك يكون نوعيه جيده. وما نساوش كذلك قبيصه ديال الملحه. كنخلط العناصر كامله وكنجمع هذاك العجين ديالي كيف كتشوفوا. ما كندلك ما والو، غير كنجمعها وكنحطها على جنب. غادي نحضر هنا كيف ما كتشوفوا باش غادي نبدا نشكل فيها. غناخذ هنا سكر كلاصي وغنزيد فيه واحد 2 معالق ديال النشا، غنخلطهم مزيان مع بعضياتهم وغادي نبدا نشكل في العجين ديالي. كيف ما كتشوفوا كنفندها مزيان في هذاك السكر كلاصي. كناخذ الثانيه، هنا غادي نفندو مزيان في هذاك السكر كلاصي. كيف ما كتشوفوا كنهز كميه وكنلولب والسكر فيها السكر باش كيدخل معاهم مزيان داك السكر كلاصي. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نسالي الكميه كامله ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما شكلتهم كبيرات، دابا كنهبطهم شويه بالصبع ديالي باش ياخذوا ليا شكل باش يجي زوين. ومن بعد غادي نشعل الفران على درجه حراره 160 هنا من الفوق ومن التحت حتى غادي يطيبوا. بالنسبه للطياب راه ما كياخذش الوقت بزاف، هنا 10 دقائق كافيه باش يطيبوا، باش ما نفوتوش فيهم الطياب ويجيو ناشفين وقاصحين. هنا كيف ما كتشوفوا ها كيفاش كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وكيف ما كتشوفوا معلكه وما قاصحاش. نتمنى الاقتراح ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لايكات ومن تعليقات ديالكم. خليتكم على خير وعيد مبارك سعيد، والى فيديو قادم ان شاء الله.